السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ عواشر مباركه. نتمنى ان شاء الله عيد مبارك سعيد، عيد الاضحى ان شاء الله يدخل لكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي. وكما كتشوفوا البنات انا اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحد الطبق جديد. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى تجربوه ويعجبكم. كما كتشوفوا عندي هنا الحوت بواحد الطريقه كيجي رائع البنات، وعندي الدنجال حتى هو معسل كيجي بواحد الطريقه روعه 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 البنات. نتمنى ان شاء الله ت... تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه اللي درت وباش حضرته. وإلا عجبكم جربوه، وإلا عجبكم خليو لي كومونتير، وماشي مشكل الا ما عجبكمش حتى هو خليو لي كومونتير. ولكن ان شاء الله صدقوني راه كيجي روعه روعه. هكا كتبدلوا الطريقه ديال الدنجال كيف ما موالفين كتاكلوه. خليكم معايا البنات مع المقادير. كما كتشوفوا البنات عندي هنايا الاقامه ديال الحوت، راكم كتعرفوها. راني درت الثومه والتحميره والكمون وشويه زيت العود، ودرت البنات السودانيه اللي بغاها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش، والملح البنات والثومه محكوكه. كما كتشوفوا راني كنشرمل دابا الحوت. وواحد العنصر مهم اللي درت راه هو الزعيطره البنات. شديت الزعيطره وحكيتها بين يديا، راه كتجي رائعه رائعه البنات. كما كتشوفوا انا شرملته كامل صافي ودرته في واحد الطويصه ودرته في الثلاجه، بيتو ليله كامله. الصباح ان شاء الله فاش بغيت نديرو للغدا كما كتشوفوا انا ستفتو في واحد اللاطه ديال الفران، ستفتو كامل حبه حبه كما كتشوفوا في الصوره، ورشيتو كامل بالزيت البلديه كما كتشوفوا. زيت العود راني رشيتها، نتمنى تكون بانت لكم. ومن بعد حكيت عليها الزعتر البنات، حكيت الزعتر كامله، الزعتره البنات ماشي الزعتر، زعتره حكيتو عليها كامل صافي ودخلته الفران كما كتشوفوا. انا غادي ندخلو دابا للفران. وصدقوني راه كتجي هاد الطريقه زوينه. هاد الحوت البنات الا زدتو فيه الزعتره كيعطيكم واحد المذاق روعه روعه البنات، والله لا روعه. المهم كنهضر بزاف ولكن صدقوني راه كيجي زويون. نتوما كما كتشوفوا راني درت وحيده حدا وحيده باش ما يلصقش مع بعضياتو صافي، ودخلته الفران. الطريقه ديال الدنجاله البنات كما كتشوفوا انا خديت هنايا الطحين الفورس، زدت عليه الثومه محكوكه، شويه البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه كتبقى اختياريه البنات. درت الملحه ودرت زيت العود البنات، ضروري زيت العود. وهذاك الاقامه كامله زدت فيها الماء وخليتها خلطتها كلها كما كتشوفوا، وصديت على تاهي في واحد الجنب وحطيتها. مشيت البنات خديت الدنجال. الدنجال البنات قطعوه كيف ما بغيتو، كيف ما بغيتو قطعوه، لكم الاختيار. انا قطعته بهذه الطريقه هذه. اللي قطعتها البنات كنديرها في ديك الطويصه اللي درت فيها داك الخليط، اللي قطعتها كنديرها في ديك الطويصه كما كتشوفوا. انا درت الدنجال كيف الكميه اللي غادي نحتاج انايا مع وليداتي في الدار، لانه هو واخا تكثري منه البنات والله الا البنات لا هادي تاكلوه ما كيبقاش لكم، كيجي رائع بزاف. اكثريه اللي درتو هذا الخليط هذا راه ما كيشربش الزيت، الزيت اللي كتقليو فيه كيبقى ما كيشربش لكم الزيت بزاف، وكيجي ناشف. واهم حاجه كيجي مقرمش، كيجي مقرمش البنات عفوا، ورائع. نستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال الدنجال كامل صافي، وكنخليه في واحد الجنيب. كناخذ البنات طويصه اخرى، واحد الشوبين اخرى كندير فيها الفورص وكندير فيها الفينو طحين سبيسيال، هو هذاك كنخلطو مع بعضياتو. واللي بقى عندي في الدنجال كامل راني كنديرو في داك الخليط كله. انا درت الدنجال بزاف البنات، هادي يبان لكم درت الدنجال بزاف، ولكن ما ندمتش عليه لانه تكلا ليا، كيعني ما بقاش، كاين كلاوه ليا الوليدات جا رائع كلاوه وجا ناشف من الزيت. وهذا هو المهم، هو انه كيجي ناشف، كيجيش مزيت بحال الدنجال ملي كتبداو تقليو فيه بحال ما هكاك كيجي مزيت. وهذا لا، هذا فيه لقامه وفيه شرموله وكيجي ديك النكهه ديال السودانيه تتبنو حتى هو كيجي زوين. ها نتوما كما كتشوفوا كندير الدنجاله كنهزها من داك الخليط وكنديرها في الفرص والفينو مخلطين وكنبدا نقلي. ها نتوما البنات الزيت كتكون سخونه صافي البنات. كنستمر هكا حتى كنكمل كل شيء. هنا عندي الحوت ها هو طاب ليا وخرجته من الفران كما كتشوفوا، كيجي مشوي رائع 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 البنات، والله الا كيجي رائع صدقوني. صافي ها نتوما كما كتشوفوا محمر وزوين. ملي كديروه الفوق حتى كيطيب، هو دغيا كيطيب صافي كتهبطوه لتحت يتحمر شويه. كما كتشوفوا الدنجال البنات، السر الخطير في هذا الدنجال هو العسل. الشي البنات ملي كتكملوه وكتجبدوا العسل كتنقطوا عليه من الفوق كامل، الكميه كامله كديروا شي بشي حتى كله كيتنقط بالعسل. ما نقول لكمش البنات صدقوني والله البنات الا جربتوه والله ما غادي تندموا عليه، الا كيجي رائع 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 اكثر من رائع كيجي. وهذا هو الطبق النهائي ديالنا البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.
وبالصحة والراحة البنات، الى فيديو جديد ان شاء الله.